تعال احكي لك عن اكتر واحد منحوس في التاريخ. في ناس حظها حلو وفي ناس حظها وحش، بس واحد زي روي سوليفان ده كان الحظ السيء ماشي وراه بالعنوان. روي سوليفان كان حارس غابات في ولايه فيرجينيا في امريكا، راجل عادي جدا، بس البرق واضح انه كان بيحبه زياده عن اللازم. سنه 1942 اول مره البرق ضربه وهو واقف في برج المراقبه، وقع مغمى عليه بس عاش بعدها، وعدت سنين على القصه دي. وفي سنه 1969 البرق ضربه للمره الثانيه، والمره دي كان جوه عربيته، والصدمه كانت قويه بس برضه نجا منها. وفي سنه 1970 البرق قال نجرب للمره الثالثه، وضربه وهو ماشي في الغابه وشعره ولع. لكن المفاجاه ان دي كانت بدايه لسلسله غير طبيعيه. سنه 1972 اتضرب للمره الرابعه وشعره اتحرق تاني. وفي سنه 1973 البرق ضربه ودخله لجوه البيت. وفي سنه 1976 وهو في عربيته اتضرب للمره السادسه. وفي 1977 البرق ضربه للمره السابعه. 7 صواعق حقيقيه، والسبع مرات نجا منهم كلهم، وموسوعه جينيس سجلته رسميا كاكتر انسان في التاريخ اتضرب بالبرق وفضل عايش. والغريب انه ما ماتش من البرق، ده انتحر سنه 1983 بسبب مشاكل عاطفيه. الناس قالت يمكن الحظ الوحش هو اللي خلاه يزهق، بس هو بقى رمز عالمي لفكره ان النصيب غريب. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.